أهلا ومرحبا بكم متابعي قناة ستارز في فيديو جديد. ما تنسوش أصدقائي دعمكم لنا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش يوصلكم الجديد معنا، ومرحبا بكل تفاعلاتكم في التعليق. تمثل المحامية سونيا الدهماني أمام القضاء التحقيق في اليوم الأربعاء 24 جانفي 2024 في شكاية رفعتها ضدها هيئة السجون والإصلاح إثر تصريحات أدلت بها حول وضعية السجون التونسية. وستمثل الدهماني أمام التحقيق من أجل شبهة تعمد استعمال أنظمة معلومات واتصال لنشر أخبار كاذبة ونسبة أمور غير حقيقية بهدف الإضرار بالأمن العام والتشهير بالغير والتحريض عليه حسب ما ورد في نص الشكاية. وعلق الناشط السياسي رياض جراد وأثار جدل كبير وقال: من حق القضاء بل من واجبه أن يبحث وأن يتحرى في أي معطى وأي ملف، حتى تلك المعطيات والملفات التي قد تبدو للبعض غير جدية، لكن تركيز بعض وسائل الإعلام وبعض المنابر ونفخها في هذه الملفات غير الجدية التي لم يسمع بها غيرهم عن طريق بعض المحامين معلومي الموقف والانتماء، إنما هي محاولة مفضوحة أولا تعويم الملفات الجدية والثقيلة وترذيلها، وذلك بالحديث عن 13 قضية تآمر في تونس بهدف التشكيك في قضيتي التآمر 1 و2 التي منع التداول فيهما إعلاميا من قبل قاضي التحقيق. ثانيا التشكيك في القضاء والإرباك وإدخال الشك بين أجهزة ومؤسسات الدولة ولا سيما منها القضائية، وذلك بالحديث عن مؤامرات ودسائس تستهدف رئيس الدولة من داخل الدولة وتحديدا من القضاء والأجهزة بغاية توريطه هذا المخطط الخبيث. انخرط فيه الكثيرون غرف إعلامية بعينها وبرامج بعينها وبنفس العناوين والأساليب يتم اختيار المواضيع من زاوية بعينها ليتم الحديث فيها، وكأن مركز القرار والتوجيه واحد وبتنسيق محكم، ولسان حالهم يقول فلنكذب حتى يصدقنا الناس. لكن وعلى كل حال ليعلم هؤلاء أننا على وعي كامل بكل شيء، وأننا على علم كامل بأدق التفاصيل، وأن خزعبلاتهم ومؤامراتهم لن تمر، وأنهم لن يذهبوا أبعد من مجارير الصرف الصحي لحركة التاريخ. من يعتقد أنه قادر على العودة بتونس إلى الوراء ببعض المنابر الإعلامية الموجهة وبعض المرتزقة فهو واهم، وليتأكد كل من تآمر وعاث فسادا في البلاد بأنه سيدفع الثمن غاليا.